انا سافرت اسكندريه بالطياره، وده اللي بيوصفوا بيه قطر التلج الجديد، ودي كانت اول مره اجربه. فتعالوا بقى احكي لكم عن تجربتي فيه وانا مسافر اسكندريه. حجزت درجه اولى الساعه 8 الصبح وكانت ب 275 جنيه. اول ما دخلت محطه مصر بصراحه انبسطت من التجديدات اللي موجوده فيها واللي كنت اول مره اشوفها. القطر يا جماعه من جوه نظيف جدا، والكراسي حلوه قوي ومريحه جدا، وفعلا هتحس انك قاعد في طياره. والحمام برضه نظيف جدا. والشاب العسل ده طلع متابعني فحبيت اتصور معاه. البيبان اللي ما بين العربيات وبعضها بتفتح اوتوماتيك، وكمان وانت قاعد هتلاقي في شاشه عليها سرعه القطر وكمان GPS تعرف منه انت فين وهتوصل كمان قد ايه. جعت فطلبت وجبه فطار. الوجبه هناك ب 85 جنيه، فيها 2 سندوتش بانيه وواحد جبنه رومي مع شيبسي ومخلل وشاي وميه. السندوتشات عاديه بس تسد معاك لو انت ما فطرتش. والكيكه دي ب 20 جنيه. القطر ده مباشر من القاهره لاسكندريه وتقريبا وصل بعد ساعتين سيدي. بجد تجربه التلج الدرجه الاولى كانت بالنسبه لي تجربه مميزه، وهيبقى فعلا اختياري الاول لو مش مسافر بالعربيه. يلا جوه.